مختلفة، وشفناه في مباراة الإسماعيلي. كانت له، مش هنقول بصمة كاملة، لكن كانت له بصماته بكل تأكيد بكل تأكيد. لعبت الكرة لشيكا، يلعبها جميلة جدا، جول زملكاوي. باسم مرسي القطب عبد الله، القطب بزيادة، يكرر ما فعله بالكربون بالحرف الواحد، على موعد دائما مع اللحظات الحاسمة، على موعد مع النهائيات، على موعد مع أخطاء المدافعين والحراس. فاكرين الموسم الماضي؟ لسه كنت بقول في بداية المباراة، الهدف الزملكاوي الأول صناعة شيكا وتسجيل باسم مرسي. في بداية المباراة قلت لحضراتكم إن باسم مرسي في نهائي كان النجم الأول، كان رجل الساعة، كان نجم الشباك في نهائي الموسم الماضي، لكن كان هناك شريف إكرامي في المرمى وحسين يحتسبها رمي التماس لنادي الزمالك. استاد برج العرب، الحضور من الجانبين زي ما عرفنا في الاجتماع التقليدي قبل المباراة ان هناك 50 فرد من كل نادي، بالاضافة ل 12 مسؤول من كل نادي. ادي باسم حاول يسيطر على الكورة ومعاه رامي ربيعة، استدرج رامي للخروج بره منطقة جزاء النادي الاهلي. يا ولد شيكا بقى يحطها لنفسه، ضربة جزاء زملكاوية. التفوق الزملكاوي يستمر، سجلوا هدف وبعد 4 دقائق ضربة جزاء في توقيت زملكاوي رائع. فرحة جنونية هنا من جانب الحضور الزملكاوي في المدرجات. سعد سمير يمر منه شيكابالا، حكم اللقاء قريب جدا وزاوية الرؤية مفتوحة تماما بالنسبة له. هل يكون باسم مرسي من جديد؟ هل يضع باسم البسمة الثانية على وجه جمهور نادي الزمالك؟ هو بالفعل باسم مرسي. أحمد عادل عبد المنعم في المرمى في مواجهة الهداف الزملكاوي باسم مرسي. أخذ القرار، استعد، ركز. حكم اللقاء يعطي الإشارة، باسم بالقدم اليمنى، جول على موعد مع الثنائيات. هدفين في نهائي كاس الموسم الماضي وهدفين في نهائي كاس هذا الموسم. باسم مرسي يفعلها من جديد. لنادي الزمالك، هدفين في أقل من 5 دقائق. نجح باسم مرسي في خطف الهدف الأول ويخطف الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء. لكن خلي بالك، إذا كان كل الكلام على باسم على تسجيله للهدف الأول وترجم من المساعد، رغم أنه المفروض لا المساعد ولا أي بشر آخر له رؤية في هذه الكرة إلا حكم المباراة. هذه الكرة إسلام جمال شد بالفعل من القميص من الفانيلا لعمرو جمال. كرة كانت ضاعت وكرة بلا داعي من إسلام، لكن تسبب في ركلة جزاء يتصدى لها طبعا المتخصص عبد الله السعيد في مواجهة الشناوي. نجم كبير ومتخصص في ركلات الجزاء، حارس مرمى كبير في حراسة مرمى الزمالك. عبد الله السعيد والشناوي. عبد الله السعيد، جول عبد الله السعيد. نعم يعيد الأهلي من جديد، يحيي أمل الأهلي من جديد بهدف عبد الله السعيد.
ضربتين جزاء في المباراة، ركلتين جزاء، والاثنين نجحوا في تسجيلهم باسم مرسي وعبد الله. الإثارة حاضرة، المتعة حاضرة في الشوط الأول، نتمنى أنها تستمر إن شاء الله حتى النهاية.